السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنحل مع بعض أسئلة الإكسرسايز الخاصة بكونسبت 3.1 lesson 2. إن شاء الله نحلها مع بعض بكل سهولة، لكن قبل ما نبدأ أتمنى من الكل يعمل لايك وشير للفيديو. اللايك بيحمسني ويشجعني إن أنا أكمل معاكم. لو أول مرة تشوف القناة ما تنساش الاشتراك في القناة. يلا مع بعض نبدأ. بيقول in the hair dryer the electrical energy is converted into. في الهير دراير اللي هو مجفف الشعر، الالكتريكال انرجي is converted into هتتحول لايه؟ الطاقة الكهربائية هتتحول ل sound وثيرمال وكينيتيك، كل الحاجات دي، فبالتالي هختار A. نمبر 2 بيقول in the washing machine في الغسالة، بيقول نقط energy is converted into kinetic. طبعا اكيد الالكتريكال انرجي الطاقة الكهربائية هتتحول لكينيتيك وتحول كمان لساوند. Number 3 you feel warm when you rub your hand together. بتشعر بالدفء انت لما بتعمل رب، بتحك كده، عندنا بتعمل احتكاك ما بين ايديك الاتنين، يعني بيقولك مع بعض because. ليه؟ بيقول عندنا نقط energy is converted into thermal energy، لان الكينيتيك انرجي وانت بتحرك كده بتعمل احتكاك لايديك الاتنين مع بعض، فبالتالي الكينيتيك انرجي هيتحول ل thermal energy. السؤال اللي بعده نمبر 4 plants can convert the light energy from the sun into. النبات بيحول الطاقة الضوئية بتاعة الشمس هيحولها لإيه؟ بيقول which stored المتخزنة، يبقى أقول له chemical energy المتخزنة في البلانت النبات in the form of sugar، يعني في النبات على شكل سكر. when you eat an apple لما انت بتاكل تفاحة، بيقول هنا your body convert the جسمك هيحول ايه energy؟ هيحول الكيميكال energy المتخزنة في الابل دي هيحولها into kinetic energy لطاقة حركية when you move لما انت بتتحرك. electric wires are made of. electric wires الأسلاك الكهربائية بتكون مصنوعة من ايه؟ مصنوعة طبعا من الكوبر النحاس، والسؤال ده مهم. هنا عندنا true or false. بيقول in the soap dispenser في السوب dispenser ده potential energy is converted into kinetic energy. في الهواء بتاع الصابون ده بيكون الطاقة الوضع بتتحول لطاقة حركية، هقول له true. in electric blender في الخلاط sound energy is converted into electrical energy. لا طبعا electrical energy هو اللي هيتحول لي عندنا sound energy وهيتحول كمان ل kinetic energy، فدي إجابة false. most of energy chains معظم سلاسل هنا بيقولوا الطاقة بتبدأ ب the energy of the moon بطاقة القمر. لا طبعا عندنا sun الشمس. light energy from the sun helps tree to grow. الطاقة الضوئية اللي جاية من الشمس بتساعد النبات ان هو او الاشجار ان هي تنمو، طبعا true. both the hair dryer الهير دراير والwashing machine depend on the same kind of energy to operate. بيشتغلوا او بيعتمدوا هما الاتنين علشان يشتغلوا على نفس النوع من الطاقة، هقول له طبعا بيعتمدوا على electrical energy الطاقة الكهربائية. تعالوا نشوف اللي بعده. اللي بعده بيقول هنا in electric power station sound energy produced from burning of coal is converted into electrical energy. الطاقة الكهربائية او هنا عندنا محطة توليد الكهرباء الساوند انرجي الطاقة الصوتية، بيقول في المحطة دي produced الناتجة من حرق بيقول حرق الفحم بتتحول ل electrical energy لطاقة طاقة كهربائية، هقول له إجابة فولس لأن مش عندنا الساوند انرجي، لا الكيميكال انرجي الناتجة من البيرنينج اوف كول، فدي إجابة فولس. energy waste when energy is transformed from one form to another. في طاقة بيقول بيوجد طاقة مفقودة عندما الطاقة بتتحول من شكل للتاني، قلنا عندنا بيكون جزء كده من الطاقة بيفقد، تمام، لكن بيفقد في شكل قلنا هيت حرارة. energy can be destroyed inside some devices. الطاقة بتتدمر بيقول داخل بعض الأجهزة، لا طبعا قلنا not destroyed، فدي هقول إجابة false. اللي بعده هنا عندنا scientific term the energy produced from a battery. الطاقة بيقول اللي هي الناتجة من البطارية، فدي اسمها electrical energy.
هنا energy used to operate television، الطاقة المستخدمة عشان تشغل التلفزيون. عندنا برضو electrical energy. The main source of energy for most forms of energies on earth، المصدر الرئيسي للطاقات على سطح الأرض أو لأشكال الطاقة أو معظم أشكال الطاقة على الأرض. عندنا طبعا sun، الشمس. The energy produced when the wood of tree is burned، بيقول عندنا الطاقة الناتجة من الأشجار لما بنحرقه، طبعا دي thermal energy، الطاقة الحرارية. بيقول هنا the substance، المادة that is produced from the remains of dead trees، المادة بيقول اللي هي الناتجة من بقايا الأشجار الميتة اللي بتدفن في أعماق الأرض. بيقول over millions of years، بيقول عندنا لملايين السنين. طبعا ده كول اللي هو الفحم. the energy stored in coal، ايه الطاقة المتخزنة في الكول؟ طبعا عندنا chemical، الطاقة الكيميائية. تمام، هقول chemical energy. It's a way to describe the flow of energy and its conversion from one form into another، طريقة بنوصف فيها تدفق الطاقة وعندنا تحويلتها من حالة لحالة تانية، ودي بيكون اسمها energy chain. اسمها ايه؟ energy chain. يعني ايه energy chain؟ يعني سلسلة الطاقة. سلسلة الطاقة. طب هنا the energy produced from the battery and used to operate a toy car is الطاقة الناتجة من البطارية وبتستخدم عشان تشغل السيارة اللعبة، فدي اسمها electrical energy. دي عندنا ايه؟ هقول له كده electrical energy، الطاقة الكهربائية. when you press on the soap dispenser، لما انت بتضغط على اللي هو السوب بتاع الديسبنسر ده، سوب الديسبنسر بتاع الصابون ده، لما انت بتضغط عليه، احنا قلنا من شوية ان عندنا البوتنشال انرجي، الطاقة اللي هي طاقة الوضع دي مالها؟ بيقول stored، متخزنة in its spring is converted into، هتتحول الى ايه؟ هتحول لكينيتيك انرجي. مكان هنا هتظهر دلوقتي قدامكم حالا. The energies that are produced from the washing machine are، الطاقات الناتجة من الغسالة دي بتكون ايه؟ بتكون عندنا kinetic energy وكمان sound energy. when you rub your hand together، لما بتعمل كده احتكاك لإيديك مع بعض، فبالتالي kinetic energy هيتحول ل thermal energy، الطاقة الحركية تحول لطاقة حرارية. in each energy chain، في أي سلسلة طاقة some of the energy is wasted in the form of، بيقول بعض من الطاقة بتفقد في شكل ايه؟ هقول له في شكل heat، حرارة، والسؤال ده مهم. The light energy from the sun، الطاقة الضوئية من الشمس is converted، بتتحول and stored، بتخزن inside plants، جوه النباتات in the form of، في شكل ايه؟ قلنا قبل كده في شكل chemical energy، فهنكتب هنا عندنا ايه؟ chemical energy، طاقة كيميائية. طبعا عندنا قالك stored يعني متخزنة، يبقى على طول هقوله chemical energy. اللي بعده give reason for، ليه عندنا there is، بيقول there is an energy change when you press the spring of a soap dispenser، بيكون في تغير في الطاقة لما احنا بنضغط على السبرينج بتاع soap dispenser، لما بنضغط على اللي هو بتاع الغسول، غسول الصابون ده. ليه احنا بنضغط عليه فبيحصل تغير في الطاقة؟ لان احنا قلنا ايه اللي بيحصل؟ قلنا البوتنشال energy stored in a spring is converted into kinetic energy that moves the soap upward، لان عندنا طاقة الوضع المتخزنة في السبرينج قلنا بتتحول لكاينتيك، طاقة حركية بتخلي عندنا الصابون يطلع لفوق. Number 2 قالك when you rub your hands together you feel warm، ليه لما انت بتحك ايديك الاتنين في بعض قالك بتشعر بالورم، بالدفى؟ قلنا لان بيحصل ايه؟ انت بتحرك ايديك الاتنين، يعني عندك kinetic energy، فالkinetic energy converted into thermal energy. يبقى هقول له because the kinetic energy is converted into thermal energy، الطاقة الحركية بتتحول لثيرمال، لطاقة حرارية. نمبر 3
بيقول لك ليه not all the energy that enters the energy chain completely reaches the device. ليه مش كل الطاقة اللي داخلة سلسلة الطاقة قالك ان هي بتوصل للجهاز؟ لان احنا قلنا عندنا ان some of energy is wasted in the form of heat، لان قلنا بعض اشكال الطاقة بتفقد في شكل heat، في شكل حرارة. والسؤال ده مهم جدا جدا، يبقى هقول له because some of the energy is wasted in the form of heat. بعض أشكال الطاقة بتفقد في شكل حرارة. السؤال اللي بعده بيقول لك ليه الكول must be burned in electric power station؟ ليه يجب الفحم حرقه في محطات توليد الكهرباء؟ قال لك عندنا ليه؟ لان الكيميكال انرجي ستورد ان كول، احنا عارفين الكول بيكون فيه كيميكال انرجي، فقال لك الكيميكال انرجي ستورد ان كول بتكون متخزنه في الفحم is converted into، بتتحول لثيرمال energy during burning، أثناء الحرق، فده بيخليها converted into kinetic energy. ليه؟ علشان تعمل operate devices in these stations، فهي اللي بتشغل عندنا الأجهزة في المحطات دي. تمام؟ طيب تعالوا السؤال اللي بعده. what happened to، ايه اللي هيحصل change of energy when you turn on the television؟ ايه اللي هيحصل لتغير في الطاقة لما احنا بنشغل التلفزيون؟ قلنا على طول الالكتريك انرجي، مش التلفزيون بيشتغل بالكهرباء، فبالتالي الالكتريكال انرجي converted into sound energy and light energy. الطاقة الكهربائية هتتحول لساوند، هتسمع صوت التلفزيون وكمان التلفزيون بينور، فبالتالي هيتحول لساوند وكمان لايت انرجي. طب ايه اللي هيحصل عندنا ل change of energy when you burn a piece of wood؟ ايه اللي هيحصل في تغير الطاقة عندما نحرق قطعة من الخشب؟ طبعا على طول اول ما بنقول burn حرق، يبقى بالتالي عندنا chemical energy. الchemical energy converted into thermal energy and light energy. ما احنا لما نحرق قطعة من الخشب هتدينا حرارة وكمان هيبقى فيه نور كده، يبقى بالتالي thermal وكمان light energy. السؤال اللي بعده نمبر 7 بيقول لك what is meant by، عرف الانرجي تشين. هي ايه سلسلة الطاقة؟ قلنا هي it's a way، لسه قايلينها من شوية في البيج اللي قبل دي، قلنا it's a way هي طريقة to describe the flow of energy، طريقة لوصف تدفق الطاقة and its conversion from one form to another، وتحويلها من شكل لشكل تاني او من حالة لحالة تانية. تعالوا بعد كده معايا هنا اخر حاجة الدايجرام ده، قالك use the following words to complete the energy chain below. You may use the same word more than once. استخدم الكلمات عشان تكون او تكمل التشين او energy chain دي، وممكن تستخدم كلمة او تستخدم اكتر من واحدة. فقالك حاجة the energy chain of burning some branches of tree، سلسلة الطاقة لحرق بعض فروع الأشجار. فقالك بيحصل ايه؟ عندنا السولار انرجي اللي جاية من الشمس converted into، هتحول ايه؟ هتحول طبعا الكيميكال انرجي، هتحولها لايه؟ لثيرمال انرجي. وايه تاني؟ وانه طالما حرق يبقى حاجتين ثيرمال وكمان لايت انرجي، يبقى عندنا ثيرمال ولايت انرجي، طاقة حرارية وضوئية. طب قالك the energy chain to operate electric blender، سلسلة الطاقة عشان تشغل الخلاط الكهربائي. عندنا طبعا السولار انرجي، الطاقة الشمسية اللي جاية من الشمس converted into، بتتحول برضو لكيميكال انرجي، والكيميكال انرجي هيتحول لايه؟ هيتحول طبعا لثيرمال انرجي وكمان كاينتيك انرجي. ما هو عندنا الخلاط هيطلع منه حرارة وكمان هيتحرك عشان يضرب لنا العصير او اي مشروبات، صح كده؟ تمام. طيب بعدين قالك ان هو converted into، السلسلة ماشية كده، الطاقة الحرارية والطاقة الحركية هتتحول الى ايه؟ هتتحول electrical لطاقة كهربائية، ودي اللي بتكون في الالكتريك وايرز، في الاسلاك الكهربائية، وهتتحول كمان الى ايه؟ لحاجتين. قالك الكتريك بلندر، الخلاط هيحصل له ايه؟ هيحصل له طاقة طبعا حركية، هيتحرك يعني كاينتك، وكمان عندنا الخلاط هيدينا
صوت، يبقى كاينتك وساوند. طبعا انا عملت خطوط، لكن انتوا هتكتبوا الكلمات دي. تمام كده. وكده نكون خلصنا حلقتنا النهارده. اتمنى من الكل يعمل لايك كتير للفيديو، علشان اللايك هيحمسني ان انا اكمل لكم واحل معاكم كل اسئله الاكسرسايز اللي جايه بعد كده. Thanks for watching. باي باي.